خلعت ملابسي أمامه في الزنزانة وحاولت إغراءه، لكن ما حدث كان أسوأ مما توقعت. عندما وقعت في الأسر لم أصرخ، لم أبكي، ولم أكن خائفة كما كنت أظن. كنت أعلم أنني في ورطة، لكنني كنت مدربة على مثل هذه المواقف. في الجيش تعلمنا شيئا واحدا: عندما تجد نفسك في موقف خطير لا تظهر الخوف، بل استخدم عقلك وأي سلاح لديك. وبالنسبة لي كنت أعلم أن جسدي يمكن أن يكون سلاحي. لم أرد أن أبدو كفريسة ضعيفة، بل أردت أن أكون الصيادة، حتى وأنا محبوسة في زنزانة ضيقة تحت حراسة مشددة. لكن المشكلة التي لم أكن أعلمها حينها أنني لست من يدير هذه اللعبة. تم وضعي في زنزانة صغيرة لا يوجد فيها سوى فراش رقيق ونافذة بالكاد يدخل منها الضوء. كانوا يأتونني بالطعام في أوقات محددة، ولم يكن هناك أي حديث غير ضروري. ومع ذلك كنت أريد أن أفتح أي باب للحوار، حتى لو اضطرني الأمر لاستفزازهم بطريقتي الخاصة. بدأت أتصرف بحرية تامة، وكأنني في مكاني الخاص دون قيود. عندما كان الحارس يدخل لي الطعام كنت أخلع سترتي وأجلس بوضعية مغرية. أحيانا أتحدث إليه بنبرة هادئة، وأحيانا أتجاهله كليا. وفي إحدى المرات حين دخل الحارس وقفت أمامه، نظرت إليه مباشرة في عينيه وقلت له بالإنجليزية: متى سأتحدث إلى شخص حقيقي هنا؟ أم أنكم تتركون الأسرى ليموتوا ببطء؟ كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهذا زاد من جرأتي، لكن رده كان باردا وقاسيا: لا أحد هنا يهتم لما تريدينه، كلي طعامك واصمتي. لكنني لم أكن أنوي الصمت. كنت أفكر: كيف يمكنني النجاة؟ كيف أستطيع فهم ما يجري حولي؟ لم أكن حمقاء لأتلاعب بأي شخص عشوائي. كان يجب أن أكون دقيقة في اختياراتي. ومن بين جميع الحراس الذين مروا علي كان هذا الحارس الوحيد الذي شعرت أنني قد أستطيع التفاهم معه. كان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهذا وحده كان كافيا ليجعله هدفي. كنت بحاجة إلى شخص يمكنني الحديث معه، شخص يمكنني التأثير عليه، شخص يمكن إذاعة ثقته أو استخراج بعض المعلومات منه دون أن يشعر. في الجيش تعلمنا أن العدو ليس فقط من يحمل السلاح، بل من يملك المعلومة ومن يعرف كيف يستغل نقاط ضعف خصمه. كنت أبحث عن أي نقطة ضعف عند هذا الحارس، لكنني لم أكن متأكدة. هل يمكنني فعلا التأثير عليه؟ هل هو مجرد جندي عادي؟ أم أنه أكثر حنكة مما أظن؟ كان علي أن أجرب، أن أرى كيف سيرد، أن أختبر كيف يتفاعل معي، لأنني كنت أعلم أن حياتي قد تعتمد على هذا الأمر. في اليوم الأول كنت فقط أراقبه، لم أكن متأكدة كيف سيتفاعل، لكنه كان متحفظا، حذرا، أكثر مما توقعت. في اليوم الثاني قررت أن أبدأ بخطوات صغيرة. عندما دخل ليضع الطعام سألته: أنت تتحدث الإنجليزية بطلاقة، أين تعلمتها؟ لم يجب مباشرة، بل توقف لثوان وكأنه يحلل سؤالي، ثم قال بنبرة حادة: ليس من شأنك. لم أظهر أي انزعاج، بل ابتسمت وقلت له بهدوء وكأنني أحاول كسر الجدار بيننا: أنا فقط أحاول أن أجعل هذا المكان أقل وحشية وأكثر دفئا. رأيته يتجمد لثوان، ثم أغلق الباب ومضى. لم يرد، لم يظهر أي ردة فعل، لكنني شعرت أنني بدأت أزرع الفكرة في ذهنه، أنه بدأ يلاحظ أنني مختلفة. لكن هذا لم يكن كافيا. كنت بحاجة لشيء أقوى، شيء يجعله يفكر بي أكثر من كوني مجرد أسيرة. في اليوم التالي قررت أن أختبر شيئا جديدا. عندما دخل لم أوجه إليه أي أسئلة مباشرة، لكنني بدأت أزرع بعض التلميحات في حديثي. قلت له وأنا أتناول الطعام: لابد أن الأمر صعب عليك، أنت هنا بعيد عن زوجتك، عن أهلك، وأكيد تشعر بأنك تحتاج إلى الحنان، أليس كذلك؟ رأيته ينظر إلي للحظة ثم أشاح بوجهه، وكأن كلامي لم يؤثر عليه. لكنني كنت ألاحظ، كنت أرى كيف يتوتر كلما تحدثت بهذه الطريقة. قال لي بحدة: انسي هذا الكلام، لن ينجح مع أحد هنا. لكني لم أستسلم. كنت أعلم أنني بدأت أتغلغل في تفكيره، كنت أختبر مدى مقاومته. في تلك الليلة أدركت أنني وصلت إلى مرحلة لا يمكنني التراجع عنها. كان علي أن أتخذ خطوة جريئة، خطوة تجعلها أنني لست كأي أسيرة أخرى مرت من هنا. كنت أعلم أن الرجال بطبيعتهم لديهم غرائز لا يستطيعون دائما السيطرة عليها، وأنه مهما كان هذا الحارس ملتزما بعمله، فإن فكرة امرأة أسيرة
تتصرف بهذا الشكل ستؤثر عليه ولو قليلا. عندما فتح الباب ليدخل الطعام كنت جالسة على الأرض متكئة على الحائط، لا أرتدي سوى قميص داخلي وسروال قصير. لم أنظر إليه كعدو ولم أتصرف كضحية، كنت هادئة متماسكة وكأنني أملك زمام الأمور. نظرت إليه مباشرة دون خوف دون تردد، وقلت بنبرة خافتة لكنها واضحة تماما: أنا معتادة على وجود رجل بجانبي، لا أستطيع البقاء وحدي هكذا. رأيت عينيه تتغير للحظة وكأنه لم يفهم ما سمع للتو، ثم فجأة تحول وجهه إلى قناع من الغضب البارد. اقترب مني خطوة وقال بصوت منخفض ممتلئ بالازدراء: هل أنت رخيصة إلى هذه الدرجة؟ لكنني لم أرتبه مستعدة لهذا السؤال، بل كنت أتوقعه. ابتسمت ابتسامة صغيرة ثم نظرت إليه ببرود وقلت بثقة: أنا فقط أعرف كيف أحصل على ما أريد، لكنك تبدو غبيا جدا لتفهم ذلك. كنت أتوقع أن ينهار، أن ينفعل، أن يظهر أي ضعف، لكن ما حدث لم يكن متوقعا. لم يصرخ، لم يشتم، ولم يظهر أي تعبير على وجهه. فقط نظر إلي نظرة طويلة، نظرة باردة، ثم أغلق الباب خلفه بعنف وخرج دون أن يقول كلمة واحدة. لكنني كنت متأكدة أنني زرعت الشك في رأسه. كنت أظن أنني بدأت أؤثر عليه وأنني سأستطيع استغلال هذا لصالح نفسي، لكن الحقيقة كانت أسوأ بكثير مما توقعت. في الصباح لم يكن هناك ما يوحي بأن هذا اليوم سيكون مختلفا. كنت أنتظر الطعام كالمعتاد وأفكر في خطوتي القادمة. كنت أحاول فهم كيف يمكنني التلاعب بأي شخص هنا، لكنني لم أكن أعلم أن اللعبة قد انتهت بالفعل قبل أن تبدأ. دخل الحارس، لكن هذه المرة لم يأتي بالطعام فقط، بل أشار إلي بالخروج من الزنزانة. لم أكن أعرف إلى أين سيأخذني، لكنني كنت أعلم أن شيئا ما قد تغير. سرت خلفه وعبرنا ممرا طويلا حتى وصلنا إلى غرفة أخرى، غرفة لم أرها من قبل. عندما دخلت وجدت أمامي شاشة كبيرة بحجم جدار كامل تقريبا. لم أفهم ما الذي سأراه، لكن عندما بدأت الصور بالظهور شعرت بصدمة لم أشعر بها من قبل. كانوا يعرضون معلومات عني، لكن ليس عني فقط، بل عن كل جندي تقريبا في وحدتنا. رأيت اسمي، رتبتي، أساليب التدريب التي مررت بها، رأيت حتى التكتيكات التي كنت أستخدمها. كانت هناك صور من عمليات، من لحظات كنت أعتقد أنه لا أحد يراقبني فيها. ثم ظهرت على الشاشة لقطات تكتيكية. رأيت نفسي من منظور آخر، منظور أره من قبل. شعرت كم كنت أبدو حمقاء، أحاول استخدام أسلحة غير مجدية ضد أشخاص كانوا يعرفون خططي قبل أن أنفذها. رأيت كيف كنت أعتقد أنني أتحكم في الأمور، بينما في الواقع لم أكن سوى قطعة مكشوفة في رقعة شطرنج.